السلام عليكم. البصارة أكلة شعبية مصرية، أحلى أكلة ممكن نعملها بجد، طعمها حلو جدا ومن أيام زمان. هنجيب حوالي ربع كيلو من الفول المدشوش، هننقعه حوالي نص ساعة ونغسله كويس جدا. بعد كده هننزل بحوالي بصلاية كبيرة أو بصلتين وسط، حوالي 5 فصوص توم متوسطين، وواحد فلفل رومي ده لو حابين، وهننزل عليهم بالمية، وهننزل بحوالي حزمة شبت وحزمة كزبرة. بعد كده هنرفعها على النار وهنسيبها لما تستوي. بعد ما تستوي هنبدأ ننزل عليها بالهاند بلندر او نضربها في الخلاط. نسيب البصارة لحد لما تبرد علشان هنضربها في الخلاط. هنقطع بصلاية تكون جوليان وهنحمرها في الزيت. وبعد كده لما نشيلها هننزل تاني بحوالي 5 فصوص توم ويكون ناعمين، وبرضو هنحمرها وهننزل عليها في البصارة. اهم حاجة الزيت ده بيدي طعم حلو جدا للبصارة. هننزل عليها بالملح وكزبرة وكمون، وبعدين نعناع يكون مجفف او يكون جاف. بعد كده هنقلبها وهنسيبها لحد لما القوام بتاعها يتقل، وبعدين هنغرفها وهي سخنة. بجد ريحتها فظيعة، طعمها حلو جدا، وفي نفس الوقت قوامها كويس قوي. بعد كده معايا البصل، نبدأ طبعا لما تهدى ننزل عليها بالبصل وكمان بالسمسم، والسمسم لازم يكون متحمص. بجد احلى طبق بصرة ممكن ناكله من الاكلات الشعبية. بجد الف هنا وشفا على قلبكم، واشوفكم في وصفة تانية. مع السلامة.